بالفيديو شهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يفاجئ البطل الجزائري أيمن خليف في القصر الرئاسي بباريس ويكرمها تكريم الأبطال ويمنح لها الوسام الرئاسي من الدرجة الأولى ويفاجئها بهذه المفاجأة. شاهد ماذا حصل. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم لإيمان خليف فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد أن فازت البطل الجزائرية إيمان خليف بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس رغم الهجوم الذي تعرضت له في هذه الأولمبياد سواء في الصحف أو الإعلام وبعض رؤساء الدول. ومن ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية منذ قليل أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل في القصر الرئاسي بباريس ابنة الجزائر البطلة إيمان خليف وأهداها جائزة الإبداع الرياضي من الدرجة الأولى بسبب الإنجاز الذي حققته إيمان خليف في الأولمبياد وفوزها بالميدالية الذهبية، حيث صرح إيمانويل ماكرون بعد هذا اللقاء وقال: نحن استقبلنا إيمان خليف اليوم تكريما لما فعلته في أولمبياد باريس وأيضا لدعم هذه البطلة بسبب الهجوم الذي تعرضت له، فهؤلاء هم بنات الجزائر الذين لا يعرفون اليأس والمستحيل، فأنا أهديتها أعلى وسام رياضي في فرنسا وهو وسام الإبداع الرياضي. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.